حضرتك سؤال التحقيق الاعلامي اللي حضرتك بتعمله ده هو تحقيق، بس الهدف منه استبيان الحقيقه. لا يا فندم، ده مش تحقيق يا فندم، ده يعني لقاء. لا معلش، اصله لا معلش يا كابتن عصام، في لقاء وفي تحقيق. انا لست جهه تحقيق يا فندم. يا فندم بس اكمل كلامي بعدين. اتفضل. اولا انا لما اتصلت بالكابتن ياسر وحضرتك هو قدامك وساله، ان انا قلت له يا كابتن ياسر احنا كلجنه حكام، اولا انت ما فيش بالنسبه لنا قرار بالنسبه للتحقيق، انما احنا عايزين نستبين من حضرتك في احداث تمت، في حاجات تمت، احنا عايزين نسالك الحاجات دي. يعني اللعبه لما زي ما حضرتك بتقول ما شفتهاش، احنا عايزين نقول انها انت ما شفتهاش. وانا حتى قلت له حضرتك هتيجي تكتب مذكره، ما فيش سين جيم، ما فيش تحقيق. طلب مني جواب، بعت له الجواب رسمي وكتبت فيه بالظبط كده، هقراه لحضرتك. السيد سمير شعبان، لان هو طلب مني ان انا ابعت له جواب رسمي. سمير شعبان ده رئيس منطقه حكام اسكندريه، رئيس لجنه حكام فرع اسكندريه. تحيه طيبه وبعد نحيط سيادكم علما بانه تم اختار السيد ياسر محمود تليفونيا مساء يوم السبت الموافق 28/5 بالحضور لمقر لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم بالقاهره خلال 48 ساعه من تاريخ ابلاغه، وذلك للاستفسار من سيادته عن الاحداث التي جرت في مباراه الزمالك والمقاصه والتي اقيمت يوم كذا، برجاء التكرم بالتنبيه على سيادته بالحضور في الوقت المحدد. انا لما بطلب زي ما قال الاخ الكابتن جمال الغندور، قال لما بيحصل وقعه انا بجيب الحكم وبساله، وبعدين ممكن اقرر ان انا اوقفه او انزله درجه او العبه ماتشات. ما ده اللي احنا كنا هنعمله. احنا ما عملناش حاجه جديده ولا كابتن. الموقع الرسمي، الموقع انا بتكلم كلجنه حكام. انت حضرتك الناس بتقول لجنه الحكام، الناس الاباطره اللي قبل اتكلموا عن لجنه الحكام. انا بتكلم دلوقتي حضرتك نيابه عن لجنه الحكام، ولجنه الحكام كلها موجوده دلوقتي قدامي، كابتن نشأت وكابتن صلاح وكابتن حسن وكابتن ناجد دمنهوري، واحنا كلمنا الكابتن ياسر وهو مشكورا انا جاي في السكه، وفوجئنا بيه ان هو متشرف مع حضرتك، واحنا قاعدين كلنا منتظرينه. واحنا لما قلنا له، انا حتى قلت له يا كابتن الكلام اللي انت بتقوله وقلته لي، ان انا فوجئت بان لعيبه الزمالك بتعترض وانا مش عارف على ايه، وبعد الماتش اكتشفت وضع كذا، الكره اللي رفع عليها ياس حسن اكتشفت ان هي كذا، وانا راجل وقلت له ما تاخدش قرار انفعالي، انت طلب مني ان انا يعتذر، قلت له لا استنى احنا هنديك فرصه. يعتذر ولا يعتزل؟ يعتزل. قلت له يا ياسر ما تاخدش قرار انفعالي، لكن طبعا هو بالقعده مع حضرتك واصدار قراره والتاكيد عليه من خلال حضرتك ده بنعتبره طبعا يعني بيقفل الموضوع. انما احنا كنا نتمنى حضوره لبيته. لا استنى بس يا كابتن، استنى. يعني انت كده خدت قرار اعتزاله؟ انه قرار ده هو دلوقتي مع حضرتك، الا لو هو قال دلوقتي مع حضرتك، لان هو بيقول على الملأ. طب ما محمد فاروق قال على الملأ انه بيعتزل واديته ماتش بعد كده، قال لي يا فندم يا كابتن. لا يا كابتن عصام، يعني معلش انا تعلم مدى احترامي وتقديري ليك يعني، وقال على احدى شاشات مودرن هنا انه بيعتذر وانه مش هيحكم مع هذه اللجنه حتى نهايه الموسم. يعني يا كابتن احمد، نعم. انا مش بتلكك لياسر ابني محمد فاروق لما كلم وقال انا مش عايز العب، لما كلمناه وقلنا له يا محمد يا فاروق اللي حصل كذا كذا كذا، قال لي انا ما كنتش يا كابتن. ده راجل متجرس في مصر كلها، وعلى لسان رئيس الاتحاد، وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، وعلى الموقع الرسمي بتاع الاتحاد المصري لكرة القدم. والكلام اللي حضرتك بتقوله ده مشكورا انت كنت بتقوله في تليفونات. اول مره هو يسمع هذا الكلام يا كابتن. لا يا فندم مش اول مره، حضرتك هو قدامك يا كابتن في يا كابتن انا اجيب لحضرتك، خلي حضرتك معايا. ادي الاخبار يا فندم، بس ادي الاخبار. الحكم محال للتحقيق. ادي يا فندم ادي المصري اليوم، زاهر يحيل ياسر محمود للتحقيق. ادي الاهرام على 8 عمود، الزمالك يتلقى خطابا من اتحاد الكره يؤكد تحويل بطل واقعه المقاصه للتحقيق. الله، ما هو ده موجود في كل الجرايد يا كابتن أحمد. نعم. دلوقتي رئيس الاتحاد او مجلس اداره الاتحاد بيقول او خد قرار بالتحقيق في الموضوع. نعم. انا كلجنه حكام حفاظا مني وعلى ان انا عايز اوصل بحكمي ان انا
بقى احافظ عليه، بقول له تعالى بستفسر منك عشان مطلوب مني مذكره بالواقعه. احنا النهارده ايه المطلوب؟ ايه كابتن عصام ممكن اسالك يا كابتن احمد؟ نعم. كل اللي اتكلم قبلي سواء الكابتن جمال او الكابتن عصام بيقولوا ان لجنه الحكام هي اللي طالبه التحقيق. الكلام ده ما حصلش. انا كل الحوار اللي تم بيني وبين كابتن ياسر قلت له يا ياسر احنا بقول لحضرتك كلنا قاعدين منتظرينه، وهو قال لنا يعني هل انتوا دلوقتي يا كابتن وجوده مع حضرتك؟ طب خليك معايا يا كابتن ياسر، هل لو هو استفسار او سؤال زي ما قال الكابتن عصام انت بتوافق عليه؟ لا لسبب بسيط يا كابتن. نعم. المباراه مذاعه، كل حاجه موجوده. انا هكتب ليه؟ ايه اللي مطلوب مني؟ اللي انت عايز تقوله قلته في تقريرك بس. ايه اللي مطلوب زياده؟ سؤال مهم يا كابتن عصام بيساله لك الكابتن ياسر. انا برد عليه بقى حضرتك. ايوه. ان هو لما حصل محادثه بيني وبينه وقلت له يا كابتن ياسر انت كتبت التقرير بتاعك طبقا لاحداث المباراه. نعم. بعد ما رجعت من المباراه اكتشفت فيه اوضاع اخرى. انت كنت عايز توصل ليه يا كابتن عصام؟ مش عايز اوصل يا فندم. لا يا كابتن ازاي؟ هل انت حضرتك اسالك كابتن عصام وحضرتك حكم دوري كبير، يعني هل انت اكيد في مباريات حكمتها وكان ليك اخطاء يعني؟ طبعا. هل بعد ما كتبت تقريرك رجعت اتفرجت في التلفزيون غيرت التقرير يا فندم؟ يا كابتن احمد. نعم. انا بكتب تقريري خلال احداث المباراه من وجهه نظري زي ما قال الكابتن ياسر اللي انا شفته في الملعب. تمام. لكن انا من حق الاتحاد او اللجنه ان انا ازيل هذا التقرير بتقرير منفصل بقول فيه وده حصلت والكابتن محمد حافظ موجود وده حصل. وقبل كده العلم حضرتك في عهد موجود ناس محترمه مجلس اداره الاتحاد خد قرار بايقاف حكم دون الرجوع للجنه. محدش اتكلم. انما احنا حفاظا على حكامنا انا كلمت الكابتن ياسر وقلت له كل المطلوب من حضرتك انك هتكتب مذكره بالكلام اللي انت بتقوله لي اللي هو قاله لي. قال لي ان انا لما روحت البيت وان انا حسيت بان انا عملت كذا. قلت له يا ياسر ده موضوع يا عايز تعمل ايه بالجواب ده يا كابتن عصام؟ يا فندم انا بقول لحضرتك لا معلش لا خلينا نوصل مع بعض بس. انا مع حضرتك. حضرتك عايز تعمل ايه بالجواب اذا ياسر قال انه رجع شافها انها ضربه جزاء وانه الهدف هدف زي ما قال الكابتن جمال الغندور ان انا لما باجي الحكم والحكم بيحس ان هو اخطا انا ببعده شويه او بنزله لمستوى اقل. طب ما هو ده اللي انا عايز اعمله. ما هو القرار ده في ايد كابتن عصام. انا قرار اقول لك اللي جوايا. اتفضل. ان حضرتك عايز تاخد الجواب ده تديه للاتحاد معناه انه الحكم بيعترف نعم. باذن حضرتك. نعم. احنا المنوط بينا احنا بندي للاتحاد توصيه اللجنه وليس الاجراءات اللي احنا خدناها. ممتاز. لو انت اللجنه فقط. نعم كابتن. ما انا اصلا راجل امين قوي واضح ورزق على الله سبحانه وتعالى. انا احساسي ان هناك ضغط من الاتحاد. لا والله اطلاقا. انه الورقه دي تيجي يا فندم ما فيش ورقه ولا حد هيشوف. انا بقول لحضرتك وياسر قدام حضرتك. انا قلت له من امبارح بالليل حتى قال لي يا كابتن قلت له يا ابني اكتب الكلام اللي انت بتقوله لي ان انت في الماتش فوجئت وبعد ما رجعت لقيت احنا بالنسبه لنا وانت طالب انك انت تعتذر. لا انا بقول لك اطلب بدل ما تعتذر انك انت اعصابك تعبانه واحنا مقدرينك. احنا هنعفيك لفتره او عن عدم اسناد مباريات ليك. كابتن عصام ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هل من الممكن اعاده مباراه الزمالك والمقصه؟ لا طبعا يا كابتن على مر العصور. هعيدها ليه؟ ده خطأ فني تحكيمي ما حصلش فيه خطأ يستوجب إعادة المباراة. إنما أنا بتكلم للاستبيان. النهارده حضرتك لما زي ما بقول أنا لما ابن حضرتك يجي لك جواب من المدرسة إنه ما جاش بتجيب الولد تقول له أنت ما رحتش ليه؟ ما ده استبيان أو تحقيق. مش عايزين نعمل لها هالة ونعمل. إذا أنت تؤكد أنه ليس تحقيق؟ مش تحقيق يا فندم. أنا بستبين بقول لياسر زي ما هو أنا امبارح زي ما حضرتك دلوقتي. أنت جايب النهارده ياسر ليه؟ أسأله استفسر منه. هل حضرتك المنوط بيه ولا انا المنوط بيه؟ انا المسؤول عنه. انت اللي تساله حضرتك ولا انا؟ انا المفروض اساله. ده سابني وجا لحضرتك. يعني اداني ميعاد وقال انا جاي في السكه وجه لحضرتك. يبقى هل هذا صحيح؟ هل النهارده الحكم ما يروحش لجنته وبيته ويجي؟ طبعا حضرتك برنامج محترم وحضرتك راجل محترم واحنا بنقدره. أشكرك. يبقى مطلوب من حضرتك ان انت تساله ومش مطلوب مني ان انا اساله عشان لان انا تعبانين قوي ان احنا بنساله.
لانه كل ما كتب عبر موقع اتحاد الكوره وعبر الصحف انا لم قل. طب حضرتك دلوقتي هو امر مؤلم يا كابتن احمد. نعم. انت مشكورا، يعني يمكن الكابتن حسن، كابتن يمكن ياسر اذا كان هو يعني قرر ان هو، طبعا دي خساره كبيره على التحكيم المصري ان الكابتن ياسر من الحكام الاكفاء اللي انا شخصيا بقول ان هو كفء، وبرد على كلمه اشمعنى اسند المباراه لياسر. اقول لحضرتك وقلت لك قبل كده ان الكابتن ياسر محمود من ضمن 12 او 15 حكم اكفاء على مستوى عالي، مستوى الف في التحكيم المصري، هو الوحيد الذي لم يدير مباراه للمقصه او للزمالك هذا الموسم. باقي الحكام كلهم اداروا، والقدره لتاكدنا من قدره الكابتن ياسر تم اسناد هذه المباراه ليه، واحنا على ثقه وتاكيد ان هو هيديرها 100%. حصل بقى وحصل وعمل السنه دي مباراه الاهلي وطلائع الجيش من اروع ما يمكن، واشاد بيه الجميع وبقيه مبارياته، وانا عندي واسند ليه في الدور الاول 3 مباريات. هل لو تراجع كابتن ياسر محمود، هل لو تراجع بعد فتره عن قرار اعتزاله هتوافقه؟ طبعا نسعد بيه، انما انا بقول لحضرتك هيبقى لينا قرار، انما انا شخصيا بقول لحضرتك عدم، والكلام ده انا قلته له هو يا كابتن ياسر. اما قال لي امبارح يا كابتن انا اعلنت وواحد احرجني، قلت له يا ياسر غلط، انت راجل بقى فاضل لك 4 سنين واحنا عشان نعمل ياسر محمود اخر محتاجين وقت، وقدام حضرتك هو اذا كان الكلام ده ما حصلش يقول ما حصلش. لا حصل يا كابتن، انا بقول لحضرتك، وبعدين انا قلت له طب خلينا نسمعه. طب خلينا استاذنك، اتفضل يا كابتن ياسر. كابتن انا بحترم الكابتن عصام. نعم. لان شخصيه محترمه وطيب. نعم. انا مختلف معاه في حته ان انا تحقيق. قال لي لا ده مش تحقيق. حته ان انا ابعت جواب، انا رافض الكلام. نعم. انا رافض الكلام ده خالص. هو بعت لك جواب زي ما انت طلبت؟ لا بعد اذن حضرتك. انا مكلم الكابتن عصام الساعه 3:30 ما كانش فيه جوابات. بس اتبعت الجواب؟ ما هو اتبعت بعد 3:30 بس اتبعت. ماشي خلاص. خلاص اوكي، هنزل اشوف. اتبعت الجواب للاستفسار. ماشي. ما ممكن يتبعت لك بالفاكس، او ممكن تكلم المنطقه هناك في اسكندريه اقوله لك. وطالما انت موجود في القاهره الان. بس انا لحد الساعه 3:30 نعم ما كانش فيه. نعم. ما كانش فيه فاكس. الوسيله في الاتصال ما بين الحكم واللجنه بما فيها اسناده للمباريات بتتم بناء عن ثقه متبادله. وانا امبارح اتصلت بيه وقلت له انت مطلوب انك تيجي عشان تعمل كذا، ولكن حفاظا عليك احنا ممكن نجي لك عشان ناخد منك الكلمتين او مذكره منك، يعني الحاقا للتقرير بتاع حضرتك. طيب هو كابتن ناصر اتفضل. امبارح قال لي الحاقا للتقرير. قال لي حاضر. يعني ايه الحق يا كابتن عصام؟ يعني ايه الحق للتقرير يا كابتن؟ يعني هو كتب تقرير المباراه. مظبوط يا فندم؟ هو بعد كده اخطرني تليفونيا انه بعد ما رجع وشاف الماتش والتلفزيون تبين لي امور تخص المباراه. يعني ده هيتضمنه تقريره؟ ممكن يعمل مذكره ملحق لتقريره، ما فيهاش مشكله خالص. لان ممكن ليه؟ برضه ليه؟ مش فاهم ليه يا كابتن عصام؟ يا فندم انا بقول لحضرتك ان دلوقتي في واقع. ما هو اذا الحكم اقر بخطأ واذا المباراه تعاد قانونا. يا فندم طب ما هو اقر شفوي، ما انا ممكن قدام حضرتك اهو، قدام حضرتك هو بيقول انا عايز جواب. طب ما انا ممكن تليفونيا هو اقر قدامي انه اخطأ، انا اخد قرار يقول لك ما حصلش. طيب يا كابتن ما هو انا الحقيقه انا برضو احنا الاثنين عمالين ندور في حلقه مفرغه احنا الاثنين. انا سالت حضرتك هل من الممكن ان تعاد المباراه؟ قلت لي مستحيل. مستحيل. ما انا بقول يا فندم بستكمل. بس زي ما حضرتك دلوقتي حضرتك جايب ياسر او كلمت حسن او كلمت جمال او كلمت عصام بهدف ان انت حضرتك بتستبين، وزي ما انت حضرتك قلت الراي العام محتقن. انت وحضرتك مع احترامي طبعا انت راجل لك شخصيتك ومكانتك. النهارده الساعه 8:03 يوم 29/5 حضرتك مش مسؤول عن الحكام، انا المسؤول عن الحكام. اذا انا عايز استبين. لما انا كلمته وكنا بنتكلم واتفقت معاه ان انا هقول بالاتصال التليفوني، قال لي كذا، فوجئت بيه بيقول لي لا يا كابتن انا مش هقول. ايوه يا كابتن، ما بالاتصال التليفوني حضرتك هتكتب في تقريره انه قال كذا. ما انا اديك قلت اهو. فلما قال لي انا عايز جواب رسمي كابتن انت يعني كابتن اصل الاستفسار شيء والتقرير شيء يا كابتن عصام، بس الكلام ده خطير. طيب يا كابتن ما هو ده هيبقى مبدأ جديد يا كابتن عصام. انا بصرف النظر المباراه تتعاد، الدوري يروح لده ولده. يا كابتن احمد نعم انت المفروض حضرتك موثوق فيك وانا موثوق فيا. تمام. لما انا اقول النهارده ان انا اخترت الحكم بالمباراه والحكم قال ما راحش،
اعمل ايه بقى؟ اجيب اسجل في الشارع العقاري؟ ما انا ببلغ كابتن عصام، انا بتكلم على تقرير المباراه. لو ان ياسر محمود كتب في تقريره انه اخطا لوجب اعاده اللقاء. يا كابتن انا يا كابتن